رمضان شهر واحد، لكن العادات والتقاليد اللي بتتعمل فيه كتير جدا ومختلفة تماما من بلد للتاني. معظمها عادات جميلة جدا، لكن برضه في عادات غريبة. في بلاد بتبدأ يومها على صوت الطبول، وبلاد تانية بتفطر على البطيخ، وفي دول تانية الستات فيها بتاخد علقة محترمة في أول يوم صيام. فتعالوا كده في رحلة حول العالم نكتشف فيها أغرب وأطرف العادات الرمضانية. في مصر، رمضان ما يبقاش رمضان من غير صوت مدفع الفطار. القصة بدأت بالصدفة لما أحد ولاة مصر في العصر المملوكي كان بيجرب مدفع جديد، وتصادف إن التجربة كانت في وقت المغرب، فلما الناس سمعوا الصوت افتكروا إنه إعلان عن موعد الإفطار. ومن هنا بقت عادة سنوية مكملة معانا لحد النهاردة. المسحراتي من العادات الرمضانية المنتشرة في بلاد كتير، إن في شخص اسمه المسحراتي، وده وظيفته الوحيدة إنه يلف في الشوارع قبل الفجر يصحوا الناس للسحور. والعادة دي موجودة في دول زي مصر وتركيا وباكستان. تعليق الزينة في الشوارع. لو دخلت أي شارع في مصر قبل رمضان، وغالبا في المناطق الشعبية، هتلاقيه اتحول لكرنفال ألوان. الأطفال والكبار بيتجمعوا ويعلقوا الزينة والفوانيس في كل مكان، وده بيدي الشوارع روح رمضانية مميزة جدا. تجديد الأواني. في السودان عندهم عادة غريبة. الأسر السودانية بتتخلص من الأواني القديمة وتجيب أواني جديدة عشان يبقى عندهم بداية جديدة للشهر الكريم. التقليد ده بيدل على التطهير والاستعداد الروحي والعملي لرمضان. وفي السودان كمان الفطار بيكون جماعي في ساحات واسعة تجمع فيها كل الأسر وتفطر مع بعض. ضرب الزوجات في أول يوم رمضان. أغرب عادة من عادات الشعوب في رمضان هي عادة قديمة في أوغندا، وهي إن الرجالة بتضرب زوجاتها في أول يوم رمضان. الغريب إن الستات هناك مش بس بيتقبلوا ده، لكن بيفكروا إن الضرب ده دليل على الحب والاستعداد لتحمل صعوبات الصيام. عايزك تتخيل كده إن العادة دي موجودة عندنا. في نيجيريا ممنوع تفطر لوحدك. المجتمع في نيجيريا بيشجع على الإفطار الجماعي، وبيعتبر إن الشخص اللي بيفطر لوحده بيكون أناني ومش بيشارك في روح رمضان. وعندهم عادة جميلة كمان، وهي استضافة أحد الفقراء يوميا على مائدة الإفطار كنوع من التكافل الاجتماعي. فلو أنت في نيجيريا جهز نفسك لعزومات طول الشهر. في موريتانيا عندهم تقليد غريب جدا. كل الرجالة لازم يحلقوا شعرهم بالكامل قبل رمضان عشان الشعر الجديد ينمو في شهر رمضان، وده بيرمز برضه لبداية جديدة في الشهر الكريم. في موريتانيا كمان الأسر بتأجل الأفراح لشهر رمضان، وده على عكس اللي بيحصل في معظم دول العالم الإسلامي. وعندهم عادة كمان جميلة وإن كانت صعبة، وهي الحرص على قراءة القرآن الكريم كله في ليلة واحدة. في المغرب في عادة كمان مختلفة، وهي ضرب النفير 7 مرات بمجرد التأكد من ظهور هلال رمضان، عشان يبدأ الناس تتبادل التهنئة بحلول الشهر الكريم. في تايلاند في عادة غريبة جدا، وهي إنك ممنوع تاكل من الأكل اللي بتعمله مراتك. يعني الأكل اللي بتعمله الزوجة بيتم إرساله لأسرة تانية كنوع من التواصل والتكافل في الشهر الكريم. في اليمن رمضان يعني التغيير والتجديد. كل البيوت بتدهن بلون جديد مع بداية الشهر الكريم. عادة جميلة بتخلي رمضان بداية جديدة بالمعنى الحرفي. في بعض مناطق الصين المسلمين هناك بتفطر على البطيخ بدل التمر، وده لأن البطيخ مرطب جدا وبيساعد الجسم على تعويض السوائل المفقودة أثناء الصيام. الفكرة منطقية ولكن غريبة. في جزر القمر، ومع أول ليلة رمضان بيكون في مشاعل كبيرة على طول الساحل كنوع من الترحاب بقدوم الشهر الكريم، وده بيخلي الأجواء هناك روحانية جدا. عادة كمان غريبة والمرة دي من باكستان، وهي حرب البيض المسلوق. بتقام على مدار شهر رمضان. لعبة بتبدأ في المساء وتفضل مكملة لحد وقت السحور. كل واحد من الأطفال في إيده بيضة مسلوقة بيحاول يكسر بيها البيضة اللي في إيد التاني عشان يكسب. في النهاية رمضان شهر صيام وعبادة، لكنه كمان شهر مليان بعادات وتقاليد فريدة جدا بتميز الشعوب في كتير من دول العالم. يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات أكتر العادات اللي عجبتكم، ولو حد يعرف عادة رمضانية ما قلناش عليها يبقى يكتبها لنا برضه.
شكرا على المتابعة ورمضان كريم.